السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ نتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال وبصحه جيده والمورال هو هذاك. اليوم جبت لكم واحد الدوازتين اللي كتجي بنينه 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 بنينه، يعني المعنى الحقيقي ديال البنه. شي حاجه اقتصاديه ولكن مذاقها رائع جدا. فقط تبعوا المكونات والطريقه وتحصلوا على نفس النتيجه. دوازتي بكاوكاو ومكونات اخرى بسيطه سهله مهله، كتجي هشيشه وكتذوب في الفم. وطبعا الى عجبتكم الدوازتي او الحلوه ديال اليوم، ما تنساوش بارطاجيوها وتلايكيوها وتخليوا لي واحد الكومونتير للدعم والتشجيع، وكنصحكم البنات تجربوها حيت فعلا غزاله. المهم ما نطولش عليكم، عندي هنا 125 غرام ديال الزبده بحراره ديال المطبخ. الا توفرت الزبده نوعيه جيده احسن، ما كانش ديروا الزبده ديال العلبه. صافي عندنا 125 غرام. عندي هنايا 200 غرام ديال الكاوكاو، هانتوما 200 غرام كاوكاو محمر بقشورو، داك البلدي تيكون بنين محمر بقشورو ومطحون، طحنوه بحال هاد الشكل هذا. هنا قلت لكم 200 غرام. عندنا هنا واحد 140 غرام تقريبا ديال السكر. غادي نحتاجو ايضا الزيت. بالنسبه للزيت كما كتشوفوا معايا هنا عندي ثلثين ديال الكاس كما كتشوفوا. غادي نضيف كل شيء. عندي واحد الساشي ديال الكاكاو، ساشي وحده. عندي ايضا ساشي ديال الكراميل. غادي نديرو قبيصه ديال الملحه، نديرو قبيصه الملحه، واحد معلقه صغيره ديال خميره الحلوى ولا 4 غرام اللي هي معلقه صغيره. يعني اللي كانت كندير في نصها وبقى النص. المهم معلقه صغيره. صافي دابا غنخدموا كلشي باليد مزيان. يعني راه ساهله. ما فيها لا بيض لا والو، ودغيا كتوجد. غير جربوها البنات راه كتجي بنينه. ممكن هكا تضاعفوا المقادير وديروا النص باللون، يعني هكا بلا كاكاو، والنص اخر ديروه كحل بالكاكاو. ممكن ديروا اللي بغيتوا. المهم نخدموها مزيان. صافي هذا هو الشكل ديالها. دابا غنمشي نغسل يديا وندير الدقيق. بالنسبه للكميه ديال الدقيق فغادي نديرو جوج الكؤوس ونصف فقط. ما تزيدوش كثر البنات، ديروا 2 كيسان في البدايه ومن بعد داك النص الاخر زيدوه بالتدريج، حيت العجينه خصها تكون مرخوفه وحنا ديجا دايرين فيها الكاوكاو. بالنسبه للفرانه البنات فانا كنسخنو مزيان، وعاده كنديرو على 180 170، وكنخلي الحلوه سواء تفعلوا لها الفوق لتحت او لا تشعلوا غير لتحت، ليكم الاختيار ماشي مشكل. صافي غادي نكمل الخليط ديالي، وكما قلت لكم اللي ضروري ومؤكد ما تخليوش العجينه تصح ليكم. خليو العجينه تكون رخوه نوعا ما تكونش جاريه، انما تكون مرخوفه. يعني ديروا جوج الكيسان وداك النص الاخير زيدوا بشويه عينكم ميزانكم. صافي البنات راها كطيب وكتجي بنينه بنينه بنينه، واحد المذاق كيجي فيها رائع جدا، كتجي مرمله من الداخل. وكنتمنى انكم تجربوها صراحه حيت شي حاجه اقتصاديه وسهله في التحضير. صافي كما شفتوا معايا انا غنجمعها بحال هكا كما كتشوفوا. صافي ها هي واجده، يعني كنحاول ما ندلكهاش، نحاول غير كنجمعها هكا ما بين الاصابع وصافي.
دابا البنات غادي ندوز نوجد لاطا وغادي ندوز معكم باش نشكلوها، وليكم الاختيار بالنسبه للتشكيل ديالها. ليكم الاختيار، شوفوا معايا هنا كيفاش كتجي طريه كما كتشوفوا معايا. ضروري الزبده تكون بحراره ديال المطبخ، وضروري حاجه اخرى هو انكم ملي طحنوا كاوكاو كتكونوا كت كتخلطوا في الحلوى، تاكدوا من ان كاوكاو كامل متجانس مع الخليط، يعني ما يبقاش بلاصه فيها كاوكاو بلاصه لا. يعني ديروا الزبده والزيت والكاوكاو هذاك خلطوهم مزيان قبل ما تزيدوا الدقيق. صافي، هادو هما النصائح اللي نقدر نقول لكم على هاد الحلوى. مهم اذا درتوها تبعتوها كما هي غادي تنجح معكم. بالنسبه للشكل ديالها، بغيتو ديروها هكا على هاد الشكل، غادي تشكلوها على شكل غريبه وتحطوها وتخليوها تشقق وتزينوها هكا من الفوق او النص ديالها بالشوكولاط وشويه ديال الكاوكاو. ممكن بغيتو انكم تشكلوها بشي طابع، لكم الاختيار. مهم ديروا الشكل اللي يعجبكم واللي سهله عليكم، اما يعني في ناحيه المذاق ما نهضروش عليه. صافي، غنكمل بحال هكا حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله ونرجع معكم. انا هنا البنات درت النص بالطابع ديال الشهده والنص الاخر غنشكلو فقط. غنخليها كنشكلو غير كرات ونخليه عادي، يعني ما غاداش نزينو ما والو، يعني ما غاداش نطبعو حتى الاخير ونزينو بشويه الشوكولاط والكاوكاو من الفوق. المهم بقاو معايا حتى الاخير وغتشوفوا معايا الشكل النهائي. وكنتمنى تجربوا هذه الوصفه، وكان انسيست عليكم يعني متاكده انها غادي تعجبكم لانها كتعجب كل شيء الاذواق، يعني كترضي جميع الاذواق. نكمل البنات الحلوى ونديرها الطيب ونرجع معكم. وها هو شكل نهائي البنات ديال الحليوه كيفاش كتجي صراحه رائعه جدا، خفيفه ملي كتهزيها في الايد ديالك راها خفيفه. شوفوا معايا، وهذا الشكل الاخر صراحه كتجي زوينه بزاف. بالنسبه للطهي قلت لكم البنات طيبوها على 170 180، ممكن ديروا حتى قل وتخليوها على خطر هكا طيب. تقريبا كتاخذ واحد ثلث ساعه كتكون واجده معكم. هنايا دوبت شويه ديال الشوكولات في حمام مريم. وهنا صراحه كان عندي شويه هذا البيستاش وخلطته مع كاوكاو محمر. والبيستاش توا خديت البيستاش بدون يعني ماشي مملح، بجوجهم محمرين ومطحونين خلطتهم مع بعضياتهم. بغيتو ديروا كاوكاو بوحدو ديروا بوحدو ماشي مشكل، انا درتو على قبل كيعطي حتى واحد شكل زوين. هو كان متوفر عندي صراحه، كون ما كانش غادي ندير كاوكاو بوحدو. هنا فدرت البنات كما قلت لكم الشوكولات اللي ذوبته في حمام مريم، وهكا هذاك الكاوكاو والبيستاج حمرتهم شويه وهرمشتهم. وكتحاولوا تحيدوا داك تغربلوه واحد شويه باش تحيدوا داك الشيء اللي كيكون يعني رقيق هكا. كتحيدوه تحاولوا تخليو غير الجزء اللي مهرمش، يعني حبات هكا شويه باينين. صافي، كنغمس نص الحلوى في الشوكولات وكنحاول نحيد منها الفائض هكا والوجه ديالها. كنرش عليه القليل من الكاوكاو والبيستاج وكنحطهم هكا فوق بلاستيكه اولا فوق بابي كويسون اللي توفر لكم حتى كتكملوا الكميه اللي عندكم كامله. وبالنسبه لطريقه الاحتفاظ البنات، الا بغيتوا تحتفظوا عليها فمن الاحسن ديروها في واحد العلبه محكمه الاغلاق تسد مزيان باش تبقى لكم مقرمشه، وهي راه كتجي مقرمشه ماشي قاصحه، يعني مقرمشه ومرمله، كتجي واحد لا تيكستور فيها رائعه جدا. صافي، غنكمل بحال هكا ونتلاقى معكم باش تشوفوها في الشكل النهائي وفي طبق التقديم.
وكما كتشوفوا معايا كيجي المنظر ديالها على هذا الشكل وكتجي بنينه. وليداتي من الصباح هما كيمشيو كيدخلوا ويخرجوا عليا زيدينا وحده زيدينا وحده. كتعرفوا الوليدات مع الحلوى خصوصا اللي كتكون بالنكهه ديال الكاكاو او الشوكولات فكيحماقوا عليها. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم، كنتمنى تسجلوها عندكم وتجربوها وما تبخلوش عليا بلايكاتكم وتعاليقكم اللي كتشجعني، وتبارطاجيو الوصفه مع الاصدقاء والاحباب. وانتظروني ان شاء الله غدا في نفس التوقيت وفيديو جديد روتيني تحفيزي كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. وإلا لقيت التشجيعات البنات ان شاء الله نبقى متواجده معكم نهار ونهار لا. في انتظار تشجيعاتكم وتعليقاتكم. خليت لكم الراحه ونتلاقاو في فيديو جديد.